السلام عليكم. ان شاء الله تعالى هنبدأ مع بعض ونكمل الجزء اللي كان فاضل في الكايناتيك انرجي ونربطه بقى مع البوتنشال انرجي، اخر جزء في اليونت الثانيه. اتأخرت عليكم شويه معلش. انا عندي الانرجي الجديده بيتكلم على حاجه اسمها كايناتيك انرجي. انا خدت المره اللي فاتت ان البوتنشال انرجي، عشان عايز اعمل بينهم كومباريزون هما الاثنين. البوتنشال انرجي كانت ديبندز على الهايت فروم ذا جراوند ومعتمده على الويت اوف الاوبجكت، وكانت الريليشن اللي بين البوتنشال وبين الهايت كانت العلاقه اللي بينهم علاقه دايركتلي، والعلاقه اللي بين البوتنشال والويت برضو العلاقه اللي بينهم برضو علاقه دايركتلي. النهارده الموضوع متغير تماما، اسمي كايناتيك انرجي، اسمي طاقه حركيه. الكايناتيك انرجي مبدئيا it is energy gained by object، طاقة الجسم بيكتسبها due to its motion، نتيجة حركته. هي اسمها طاقة حركية energy gained by الأوبجكت due to its motion. انرجي الجسم بيكتسبها لما بيتحرك. الكايناتيك انرجي معتمدة على حاجتين، معتمدة على الماس ومعتمدة على الفيلوسيتي اللي بعض الناس بتقول عليها سبيد. الماس احنا بنختصرها بحرف الام وليها ميجرنج يونت كيلوجرام، بشتغلها بالكيلوجرام عشان لو جت بالجرام انا هعمل كونفيرت في بعض المسائل. اما الفيلوسيتي اللي هي اختصارها حرف الفي، الميجرنج يونت متر بير سكند. تاني انا عايز ايه من البورد دي؟ انا عايز ديفاين الكايناتيك انرجي gained by object due to its motion. الكايناتيك انرجي معتمده اعتماد كلي على الماس وعلى السبيد. الماس اللي هو الكتله بتاعتي، الميجرنج يونت بتاعتها بتبقى بالكيلوجرام. الفيلوسيتي او السبيد الميجرنج يونت بتاعتها هتبقى بالمتر بير سكند. اقدر ادخلهم في تريانجل واقول ان الكايناتيك انرجي اختصارها كي اي هاف الماس وسكوير الفيلوسيتي. بص القانون بقى. طيب لو انا عايز اجيب هاف الماس هيبقى الكايناتيك انرجي ديفايدد السكوير بتاع الفيلوسيتي. لو انا عايز اجيب سكوير الفيلوسيتي هيبقى الكايناتيك انرجي زي ما هنحل ديفايدد هاف الماس. ولو انا عايز اجيب الكايناتيك انرجي هيبقى هاف الماس تايمز السكوير بتاع الفيلوسيتي، يعني كده ديفايدد وكده تايمز. قلت له تمام، كل دي مواضيع سهله لحد دلوقتي. يبقى انا حاليا قدام مني كايناتيك انرجي gained by object due to its motion. energy gained by الأوبجكت due to its motion. أنا معتمد على حاجتين، معتمد على الماس ومعتمد على سكوير الفيلوسيتي. قلت له بين الكايناتيك انرجي وبين الماس العلاقة دايركتلي، يعني لو الماس زادت الكايناتيك انرجي هتزيد. عندك في الكتاب مديك عربية سمول كار وعربية تراك كبيرة لارج بيج. العربية دي بتتحرك والعربية دي بتتحرك، ايوه بس دي عندها لارج ماس ودي عندها سمول ماس. انا عندي العربية الصغيرة عندها سمول كايناتيك انرجي لان العلاقة اللي بين الماس وبين الكايناتيك انرجي علاقة دايركتلي. يبقى كل ما الحاجة كبرت، كل ما الحاجة بقت كبيرة عندها لارج ماس، الكايناتيك انرجي هتزيد. عندي كمان عربيتين، عربية ماشية مثلا ب 70 كيلو متر بير اور، والعربية التانية ماشية ب 120 كيلو متر بير اور. دي عربية عندها لو سبيد ودي عربية عندها هاي سبيد.
انا كل ما السبيد هتزيد كل ما الكايناتيك انرجي هي كمان هتزيد، لان الكايناتيك انرجي هي كمان عامله علاقه دايركتلي مع السبيد. ده مش مع السبيد بس، ده مع سكوير السبيد زي ما هوريك في البروبلمز. يبقى انا طلعت من الجزئيه دي بحاجتين، ان اللي يتحكم في الكايناتيك انرجي حاجتين، ماس وسبيد. الماس هتزيد الكايناتيك انرجي هتزيد، السبيد هتزيد الكايناتيك انرجي برضه هتزيد، اند فايس فيرسا. العلاقه دايركتلي، الماس هتزيد الكايناتيك هتزيد، الماس هتقل الكايناتيك انرجي هتقل، السبيد هتزيد الكايناتيك انرجي هتزيد، السبيد هتقل الكايناتيك انرجي هتقل. يعني انا اقدر اعمل كومبير كده ما بين البوتنشال انرجي وبين الكايناتيك انرجي. قلت له هنعمل كومبير ايه بقى؟ قال لي الديفاين البوتنشال انرجي it is stored energy in an object، طاقة مخزنة جوه الاوبجكت due to work done on it. اما الكايناتيك انرجي it is energy gained by object due to its motion. قلت له تمام، دي ليها ديفاين ودي ليها ديفاين، لازم اخد ايدي على الريتن. اللو البوتنشال انرجي equal الويت تايمز الهايت. الكايناتيك equal half mass times سكوير الفيلوسيتي. الفاكتورز اللي افكتد عليا قلت له دي ليها 2 فاكتورز لابد من كتابتهم هكذا: weight of object الوزن بتاعك and height from ground الارتفاع عن الارض. هنا كمان انا معتمد على الماس of object، الماس بتاعتك قد ايه، والسبيد وفي الاوبجكت. بص انا بذاكر ازاي، بعمل لك كومبير بين البوتنشال وبين الكايناتيك، دي ليها ديفاين ودي ليها ديفاين، دي ليها لو ودي ليها لو، دي ليها فاكتورز ودي ليها فاكتور، دي بتتاثر بحاجه ودي بتتاثر بحاجه. مستر بعد ما خدت البوتنشال وخدت الكايناتيك ايه اللي بقى اللي بيجمعهم مع بعض؟ قال لي بيقولوا ان الميكانيكال انرجي الطاقه الميكانيكيه عباره عن السميشن بتاع البوتنشال انرجي اند الكايناتيك انرجي. يعني انا هيجي لي مساله يا دكتور احسب فيها البوتنشال انرجي وبعدين احسب فيها الكايناتيك انرجي واعمل الاثنين بلس واجيب الميكانيكال انرجي. شويه توجيهات بقى ونوتس مهمه بالله عليك. بين البوتنشال وبين الكايناتيك العلاقه بينهم علاقه انفيرسلي. يعني يا دكتور الاثنين قيمتهم عكس بعض، لو البوتنشال هتزيد الكايناتيك هتقل، ولو البوتنشال هتقل الكايناتيك هتزيد. اهم حاجه ان الميكانيكال انرجي ستيل كونستانت، قيمه الميكانيكال هتدنها ثابته، اللي بيتغير قيمه البوتنشال انرجي والكايناتيك انرجي بيكستشينج مع بعض. البوتنشال بتزيد الكايناتيك تقل بس المجموع ثابت، البوتنشال تقل الكايناتيك تزيد بس المجموع ثابت. اكني دي ب 100 مره انا 20 وهي 80، في وضع تاني انا اللي بقيت 80 وهي اللي بقت 20، في وضع تاني انا هبقى ب 30 وهي بقت ب 70، في وضع تاني انا هبقى ب 50 وهي ب 50. في كل الحالات قيمه الميكانيكال
اوعى بقى حد يقول لي ب 100، انا ما اقصدش ال 100 تحديدا، انا قصدي ان قيمه الميكانيكال بدي انها فيكسد، ثابته زي ما هنشوف. ماشي. بص الابلكيشن بقى اللي عندي في المنهج بقى. انت عندك في المنهج حركه البندولم. ادي البندولم ده الوضع ده كده بيسموه الريست بوينت، ده الوضع الاصلي بتاعي، وضع الثبات. ده البندول بتاع الساعه انا هحركه ناحيه اليمين فبيبعد، وليكن وصل للحته دي. المكان ده كده ده اقصى مكان انا قدرت اوصل له ناحيه الرايت، يعني المكان ده يعتبر الماكسيمم هايت. طالما اقصى هايت، الهايت كانت بتاثر في البوتنشال انرجي. اعلى ارتفاع at point A ناحيه الرايت في المكان ده البوتنشال هي اللي بتبقى ماكسيمم، والكايناتيك هي اللي هتبقى مش موجوده بزيرو. طب ساعتها الميكانيكال، انت لسه قايل ان الميكانيكال عباره عن بوتنشال بلس كايناتيك، ما هو ما فيش بلس كايناتيك بقى. يبقى في وضع الايه ده كلمه ات ماكسيمم هاي، انت استنتج، حط لنفسك شويه نوتس. ات ماكسيمم هاي، الهاي عاليه قوي والهاي دي بتاثر في البوتنشال، يبقى ات ماكسيمم هاي انت عندك ماكسيمم بوتنشال وما عندكش كايناتيك. نفس الكلام لو انا هرجع تاني، انا بعدت اهو، يبقى as we far from، كل ما ببعد عن الريست بوينت اثناء ابتعادي عن الريست بوينت، كل ما ببعد عن الريست بوينت، كل ما ببعد عن الريست بوينت بيحصل اكستشينج، بيتبادل. انت هتبعد؟ قلت له اه. قال لي كل ما هبعد كل ما البوتنشال انرجي هتزيد، كل ما الكايناتيك انرجي هتقل، ده وانا ببعد. طب انا هرجع تاني وانا راجع اهو، وانا راجع كده، وانا راجع ايه اللي بيحصل؟ قلت له الهاي بيقل. طالما الهاي بيقل يبقى صاحبتي اللي هي البوتنشال هي كمان بتقل. طالما البوتنشال هتقل يبقى الكايناتيك هتزيد. طب والميكانيكال يا مستر؟ قلت له الميكانيكال ثابته يا فندم، ملهاش علاقه، ولا بتزيد ولا بتقل. بص الكلمات، هعمل هنا كده وهوصل البي. قال لي البي دي زي الايه بالظبط. البي دي تعتبر الماكسيمم هايت، بس عند ناحيه الليفت. طالما ماكسيمم هايت يبقى ماكسيمم بوتنشال، يبقى الكاينتيك ايكوال زيرو، ويبقى قيمه الميكانيكال كلها هتاخد قيمه البوتنشال بس. مستر طيب لو انا هنا في الظبط عند الريست بوينت، في الحته دي كده نكتبها في الجنب كده، عند الريست بوينت الهايت هيبقى ايكوال زيرو، يبقى البوتنشال ايكوال زيرو، يبقى الكايناتيك بتاعتك هي اللي ماكسيمم، يبقى الكايناتيك ماكسيمم، يبقى قيمه الميكانيكال هتروح للكايناتيك بس. يبقى لما اجي لك سؤال هو امتى البوتنشال ماكسيمم؟ ات ماكسيمم هايت. امتى الكايناتيك ماكسيمم؟ الكايناتيك ماكسيمم ات الريست بوينت. طب لو انا الكرة بتتحرك وجت في نص الطريق، جت في الميد بوينت، انا في نص الطريق يا مستر، يعني في نص الارتفاع. لما تلاقي نفسك في نص الارتفاع بتبقى قيمة الميكانيكال او قيمة البوتنشال بس الاول بتساوي قيمة الكايناتيك، وساعتها كل واحدة فينا بتبقى بنص قيمة الميكانيكال. بص عندك كام وضع عشان لما تنقلهم بعد ما تخلص الفيديو
يبقى عندك وضع ماكسيموم هايت، اعلى ارتفاع، وهيعمل لها منظر تاني. بالله عليك ركز ركز مش تزهق. اعلى ارتفاع في استفاده. ات ماكسيموم هايت، هكتبها لك كمان شويه تاني كمان مره. ات ماكسيموم هايت في بوتنشال ماكسيمم، الكاينتيك ايكوال زيرو. بما ان الكاينتيك بزيرو يبقى خلاص الميكانيكال تاخد قيمه البوتنشال كلها. انما وانا عند الريست بوينت الكاينتيك هي اللي ماكسيمم، ساعتها قيمه الميكانيكال لقيمه الكاينتيك بس ومفيش بوتنشال. طب ولو انا في نص الطريق قال لي قيمه البوتنشال هتبقى قد قيمه الكاينتيك بالظبط بالتساوي، واحنا الاثنين اي حد فينا نص الكاينتيك. يعني معنى كده ان الميكانيكال في اللحظه ديت بتبقى 2 بوتنشال قد البوتنشال مرتين، او 2 كاينتيك. العلامات دي فين والكلام ده فين؟ قال لي لو احنا في الميد بوينت. يبقى الرسمه دي كده فيها 3 اوضاع: وضع ماكسيمم هاي، وضع الميد بوينت، ووضع الريست بوينت. في كل واحده فيهم ليها كلام. يعني بص كده يا فندم، لو انا ده مبنى بيلدينج وانا واقف هنا كوره كده، الكوره هنا كده تعتبر ات ماكسيمم هايت، ده اقصى ارتفاع. ولو الكرة هتيجي في الحتة دي كده ده يعتبر هنا الميد ديستانس. ولو الكرة هنا ده يعتبر ان الكرة هنا ات جراوند، اللي هي تعتبر ات الريست بوينت. تعال بقى نشوف كل واحدة فيهم عاملة ايه. وانا في الماكسيمم هاي الكاينتيك هي اللي بزيرو، ولو انا على الارض البوتنشال بقى هي اللي بزيرو. لان انا على الارض يا مستر البوتنشال بزيرو، جيف ريزون. هي ليه البوتنشال بزيرو؟ لان الهاي ايكوال زيرو. انا على الارض يا مستر، انا على الارض. طالما انا على الارض يبقى مفيش بوتنشال خالص. وساعتها نجيبهم من هنا تاني، لو انا ات ماكسيمم هاي ساعتها البوتنشال هي اللي ماكسيمم، هي اكبر قيمه. وساعتها مش الميكانيكال ايكوال البوتنشال بلس الكاينتيك. قلت له طب لما يبقى الكاينتيك بزيرو يبقى ساعتها الميكانيكال ايكوال مين؟ قال لي بوتنشال اونلي. طب انا على الارض بقى البوتنشال هي اللي بزيرو، ساعتها الميكانيكال هتبقى ايكوال الكاينتيك اونلي. طب وانا في النص الطريق قلت له هنا البوتنشال قد الكاينتيك، واي واحده فيهم تعادل نص الميكانيكال. يعني اقدر اقولها ان الكاينتيك تعادل، او ان الميكانيكال تعادل 2 كاينتيك، او ان الميكانيكال تعادل 2 بوتنشال. بص الاوضاع ده، سواء بترمي حاجه من فوق او بترمي حاجه لفوق. خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك ان لو انا هتكلم على البوتنشال وهتكلم على الكاينتيك وهتكلم على الميكانيكال، احنا التلاته مع بعض. البوتنشال لو الحاجه بتترمي وهتقع يبقى معناها ان الهاي بيقل. انا عمال اجيبها لك باكتر من طريقه. انت بتقع الهاي بتاعي بيقل، وانا اصلا معتمد على الهاي. طالما الهاي هيقل يبقى البوتنشال هتقل. انا عكسها، طالما البوتنشال هيقل يبقى في اللحظه دي اللي الحاجه بتترمي فيها، في اللحظه اللي الحاجه فيها بتترمي
انا بترمي طالما البوتنشال قلت يبقى قيمه الكايناتيك هتبدا تزيد، يبقى اصحاب الكايناتيك اللي هم الفيلوسيتي هي كمان هتزيد. طب مستر والماس؟ يا عم اجري، الماس اصلا ثابته والويت ملوش علاقه، الموضوع كله في ايد الهاي والفيلوسيتي. الهاي هو اللي هيلعب معاك في البوتنشال، والفيلوسيتي هي اللي هتلعب معاك في الكايناتيك. يبقى هنا كده اللي هيأثر في القيمه بتاعت الكايناتيك هي الفيلوسيتي. يعني لو البادي ات ريست، لو الجسم ثابت يبقى الفيلوسيتي في اللحظه دي ايكوال زيرو، يبقى الكايناتيك برضه هي كمان ايكوال زيرو. ايا كانت بقى اللي بيحصل للكايناتيك واللي بيحصل للبوتنشال، انا كونستانت، انا ثابته. ده لو برمي حاجه يبقى حاجه وتلقى الى اسفل، فول داون، الهاي بيقل فهيقلل البوتنشال، تروح الكايناتيك تزيد، في تعويض، في اكستشينج. عشان كده بقول لك ان الميكانيكال ثابته. طب لو انا برمي حاجه لفوق بطلعها لفوق، بتطلعها لفوق يبقى انت كده بتزود الهاي، يبقى انت كده بتزود البوتنشال. طب ما هو لو البوتنشال زادت الكايناتيك هتقل. اقرا الجمل بتاعه الاسئله. قلت له تمام. بص كده يا فندم، قبل ما نفتح ونحل مع بعض، انا عندي بس جزئيه كنت محتاج اقولها معاك، ان في عندك ابلكيشن على موضوع الكايناتيك دوت مهم قوي. هما 2 ابلكيشن عايزين قرايه كويس. الالكتريستي جنريشن، انا عايز اولد كهرباء من الهاي دام، من السد العالي. قال لي عشان نولد كهرباء من السد العالي، عشان اولد الكهرباء بتاعتي من السد العالي، انا هعتمد على الكايناتيك انرجي، على الطاقة الحركية بتاعت الشلالات بتاعت المية. المية بتنزل من الشلال، بص المية بتنزل من الشلال، بتنزل، يبقى الهاي بيقل، الكايناتيك انرجي بتبقى قوية. الكايناتيك يعني طاقة حركية بتحرك التوربينز اللي هي التوربينات، فبتولد طاقة كهربية. فبقول لي اهو ذا هاي دام اللي موجود في أسوان، واحد من أعظم وأهم الانجينيرنج بروجيكتس، المشاريع اللي في مصر في القرن اللي فات. إيه اللي بيحصل يا فندم؟ قال لي اللي بيحصل إن المية في الشلال عندها ستورد بوتنشال انرجي، طاقة مخزنة. أول ما بيتحرك وتنزل المية تتحول لكايناتيك انرجي، الكايناتيك انرجي بتاعتي بتسبب التوربينز سبين، دوران التوربينات، اولد لك الطاقه الكهربائيه اللي انت عايزها. يبقى الميه ورا السد عندها ستورد كايناتيك انرجي، الميه فول داون، فانا هنزل، طالما هنزل يبقى الهاي بيقل، يبقى البوتنشال بيقل، يبقى هتحول لكايناتيك، الكايناتيك يحرك التوربينات، جبت كهرباء. كمان في ابلكيشن الديموليشن بول، اللي هي القرى اللي بهد بيها البيوت. عندي مصنع، عندي بيت، عندي مكان بيلدينج قديم وعايزين نوقعه، فبنروح نجيب الديموليشن بول، القرى الكبيره دي اللي في الرسم عندك. الديموليشن بول ديت بعمل بيها ديموليشن، بعمل بيها انهيار، بوقع بيها الاولد بيلدينج. هي قرى عندها ستورد بوتنشال انرجي، ثابته مخزنه جواها طاقه بوتنشالي. لما بعمل لها بوش بتبدا تتحول بقى يا فندم البوتنشال انرجي دي الى كايناتيك انرجي وتوقع البيت. قال لي ديو تو كونفرجن، انا هحول البوتنشال انرجي بتاعتي اللي مخزنه جواها، جوا الكره الضخمه دي، الى سسبندد على ارتفاع معين، بحولها لكايناتيك انرجي. ساعتها الانرجي از ترانسفيرد تو ذا بيلدينج، والبيلدينج يحصل له كولابس اللي هو انهيار، يعني البيلدينج بينهار.
قلت له تمام. طيب انت عايز توصلني لايه تاني يا مستر؟ انا عايز اوصلك لشويه حاجات كده عايز احلها معاك. تعال ندردش شويه كده على الكاينتيك انرجي ديت، لان الحل هو اللي بيثبت المعلومه. وان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى بما ان كده يونت 2 خلصت، يونت 1 ويونت 2 اوعدك ان شاء الله طول ما انا حي ارزق يعني كل حصه في الحصص اللي جايه هديك جزء صغير من اليونتات الجديده مع حل على يونت 1 وعلى يونت 2 عشان ما يتسابوش. ويا سيدي ايا كنت مين اللي بتسمعني، الحاجه اللي انت مش فاهمها قول لي وضحها لي، ابعت لي مسج كده رساله ابقى اكتبها لي ان انت مش فاهمها كويس، ابعتها لي على واتس، ابعتها لي زي ما تبعتها لي. نبدا يا فندم. بيقول لي is measuring unit of kinetic energy. قلت له اي انرجي بالجول مش الكايناتيك بس. not is the work done during the motion. work done during الحركه. طالما فيها حركه يبقى احنا بنتكلم على الكايناتيك انرجي. رقم 3 الكايناتيك انرجي ب 2 كيلو، دي ماس وب2 وبكيلو. تمام التمام. السبيد 5 متر بير سكند. عينك على اليونت. التريانجل كان بيقول كايناتيك وهاف ماس والسبيد باور 2. بالله عليك لازم الماس تكون بالكيلو. قلت له تمام. قال لا احنا عايزين نحسب الكايناتيك. قلت له هيبقى الكايناتيك ايكوال هاف الماس قال لي اهي ب 2 تايمز السبيد ب 5 بس باور 2 على الآلة الحادة من غير تسرع. ان شاء الله هتطلع 25. نمبر 4 عايزين نجيب السبيد بتاعت الاوبجكت والماس هي جاهزه، اطمنت على اليونت والكايناتيك ب 500 جول. قلت له ماشي تعال نجيب السبيد. مستر خد بالك بقى من النقطه دي قوي، ان احنا هنا عندنا سكوير السبيد، فالسكوير السبيد ايكوال الكايناتيك على هاف الماس. هتعمل كده قلت سكوير السبيد ايكوال، بص انا كتبت القانون اهو حل اهو بالراحه اهو، ايكوال الكايناتيك ديفايدد هاف الماس. طيب يبقى الفي باور 2 ايكوال الكايناتيك بكام؟ قال لي الكايناتيك ب 500 هاف الماس. هي الماس بكام؟ قال لي الماس ب 10 يبقى نصها. قلت له ب5 يبقى الاجابه 100. طب ما هي 100 موجود. قال لي لا 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 ده ال 100 ديت باور 2 احنا عايزين السبيد بس. رحت عامل روت زي ما المستر بتاع الماس علمني، روت ال 100 ان شاء الله هيطلع ب 10. الستبس عندك اهي. يبقى كتبت القانون الاول عشان ما يتقالش ان انا غاشش، كتبت القانون عوضت استنتجت، كتبت القانون عوضت واستنتجت. قلت له تمام. تعال نشوف نمبر 5 اوبجكت وذ ماس. هو المره عايز الماس، مديني السبيد ومديني الكايناتيك، المره دي عايز الماس. طب مستر دي الماس نفسها هنا مكتوبه هاف، هو عايز الماس على بعضها. انت عايز تحفظ قوانين ولا هو قانون واحد؟ ماشي طالما قانون واحد اسمع اللي انا هقول لك عليه. احنا عايزين نجيب الماس يا مستر، بس هي هنا في القانون هاف الماس. قلت له سهله سهله سهله. مساله فين المساله اهي، مساله نمبر 5 اهي. هاف الماس ايكوال الكايناتيك ديفايدد سكوير السبيد. هاف الماس هي الكايناتيك بكام في المساله؟ قال لي ب 10. السبيد بس باور 2، السبيد بس ب5. 5 باور 2 5 باور 2 5 باور 2 5 باور 2 ب 25. على الآلة الحاسبة هنحسب هاف الماس بكام؟ احسبها لك خليك معايا. هاف الماس يعني هنعمل 10 divided 25
طالعه ب 0.4. ال 0.4 دي تعتبر الماس؟ قال لي لا ما تعتبرش الماس. ال 0.4 دي تعتبر نص الماس، يلا نصها ب 0.4، يبقى هي على بعضيها. قلت له يبقى هي على بعضيها بدي، ما انا معايا النص، فانا عايزها كلها، يبقى تايمز 2. يبقى انا حفظت قانون واحد عشان الناس بس اللي بتفتح الكتاب وتروح جايبه القانون اللي موجود في الكتاب. طب ما انت كده ما عملتش حاجه، ما انت مش هيكون معاك الكتاب اخر السنه. طب ما انا هجيب الماس، هجيب النص الماس، هجيب نص الماس، هجيب النص، وبعد كده ابقى انا اضربها في 2. عايز الجراف اللي بيعبر عن العلاقه اللي بين الكايناتيك وبين السكوير بتاع السبيد. قلنا في الشرح ان العلاقه بين علاقه دايركتلي. طب فين الرسمه اللي بتعبر عن العلاقه الدايركتلي؟ انا عايز العلاقه اللي بين الكايناتيك وسكوير. بص دي غلط لانها مش سكوير. انا عايز العلاقه اللي بتعبر عن سكوير، انا عايزها علاقه دايركتلي. لما دي تزيد دي تزيد، 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 يبقى الخط الستريت اللي معدي على الاوريجين بوينت دي هو ده يا دكتوره اللي بيعبر عن العلاقه الدايركتلي، وهو قال سكوير. تعال نشوف نمبر 7. The kinetic energy of an object الماس ب2. عندك جسم الماس بتاعته ب2، هيبقى ايه بالنسبه لاوبجكت الماس بتاعته بكام؟ ب4. احنا اتفقنا لما الماس هتزيد الكايناتيك هتزيد، لان العلاقه بيننا علاقه دايركتلي. طب هو بيقارن حد صغير، يبقى هبقى دني اصغر منه يا مستر، هدني اصغر منه، اصغر منه. توايس يعني قد مرتين، مور ذان يعني اكبر منه، كوارتر يعني ربعه. لا 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 لا، هو اللي حصل ان الماس قلت الهاف. هنا الماس كانت ب2 وهنا الماس كانت ب4، فالماس دي نص دي. اذا الكايناتيك بتاعتك هتبقى نصها. ما هو العلاقه اللي بين الكايناتيك وبين الماس علاقه دايركتلي، فلما الماس تبقى صغيره الكايناتيك انرجي برضه هتبقى صغيره. الراجل بيقول لك a bird with mass 5 كيلو واليونت مظبوطه ومعانا السبيد. طب ما تيجي لحد البوينت ده يا مستر نحسب ايه يا مستر؟ تعال نحسب الكايناتيك. الكايناتيك ايكوال هاف ماس تايمز السبيد باور 2، يبقى الكايناتيك ايكوال هاف تايمز الماس اللي هي تايمز 5 تايمز السبيد ب2 بس باور 2، يعني باور 2 يعني هتبقى ب4. لما اجي اشتغل دي على الاله الحاسبه 5 في 4 ب20، نص ال20، يعني لحد هنا كده الكايناتيك طالعه ب10. ركنت. ايه اللي هيحصل لو السبيد دبل؟ لو السبيد دي بقت الدبل، طب ما تيجي نحسب بقى الجديده بقى. هيبقى الكايناتيك انرجي الجديده ايكوال هاف ماس تايمز السبيد باور 2، يبقى الكايناتيك انرجي ايكوال، يبقى الكايناتيك انرجي ايكوال ادي الهاف تايمز، ما اكتبش هنا يعني الماس زي ما هي ب5 تايمز السبيد كانت ب2 صح؟ قلت له اه. قال لي هو بقول لك انها دبل، زادت الدبل. قلت له يعني هتبقى 4 تايمز، احنا كنا في رقم 8. حلو. طيب احنا في رقم 8 نجيبها من الاول تاني. حاضر نجيبها من الاول تاني. البيرد عنده ماس ب5 كيلو، يبقى ادي كيلو جرام، ادي الكاينتيك انرجي ايكوال هاف الماس تايمز السبيد باور 2. احنا مش مستعجلين مش قوي يعني. هيبقى الكاينتيك انرجي ايكوال هاف تايمز الماس ب5 والسبيد ب2 بس هنعملها باور 2 يبقى تطلع ب4. لما جينا حسبناها حسبنا ان الكاينتيك انرجي قبل ما يحصل العطل دوت طلعت ب10. تعال نشوف بقى لما السبيد دبل نحسب تاني بقى. هيبقى الكاينتيك انرجي نحسبها فين؟ نحسبها هنا. ادي الكاينتيك انرجي ايكوال هاف تايمز الماس زي ما هي
السبيد دبلد. يعني هي كانت 2 دبل ده بقت 4، بس 4 باور 2 على الآلة الحاسبة بقى. 4 باور 2 ب 16، نص ال 16 8. المهم يعني لو حسبتها معاك آلة حاسبة هيطلع 40. فهو بيقول لي its kinetic energy will be equal to، قلت لهم انا حسبت اهو، مش تتخض، انا هقرأ المسألة ولما بتيجي النقطة الدوت الكوما وقفت استنتجت وبعدين شفت طلب ايه تاني. نمبر 9 بيقول لي in a table، قدام منك جدول، قلت في ماس وفي سبيد لجسم واثنين وثلاثة. ما تيجي قبل ما نقرا السؤال، ها ماشي صح، تعال نحسب الكاينتيك انرجي بتاع كل واحد فيهم. مش الكاينتيك انرجي اساسا، نحسب هنا كده، مش الكاينتيك انرجي قانونها هاف تايمز ماس تايمز السكوير لسبيد؟ قلت له اه. هيبقى الكاينتيك انرجي بتاعت الاكس، تعال نحسب دي بتاعت الاكس، ايكوال هاف تايمز 1 عشان دي الماس تايمز دي باور 2، ال10 باور 2 يعني ب 100. لو انا معايا آلة حاسبة الاكس هيطلع ب 50. تعال نطبق في الواي، هيبقى الكاينتيك انرجي بتاعته ايكوال هاف تايمز 8 باور 2 للاثنين يعني 4. فلما حسبت ان شاء الله هحسب صح 16. الكاينتيك انرجي للزد ايكوال هاف تايمز الماس تايمز باور 2 ال 9، فان شاء الله هتطلع ب9. فبيقول لي ممكن ترتبهم لي بس اسندنجلي من الصغير. قلت له اسهل من كده مش هتلاقي والله، انا عايز الزد اصغر حاجه وبعدين الواي وبعدين اكبر حاجه الاكس، بس بالحل. ايوه بقى الحاجات الحلوه دي بقى، انا معلم ولادي ان لما يجي سؤال يقول لي ده زاد، طب ايه اللي حصل؟ يعمل السنس. اروح عامل كده يا فندم، انا هعمل سنس ان الماس مثلا ب2 وان السبيد ب2، وتعال نجرب بقى. تعال نحسب الكاينتيك انرجي في اللحظه دي، هاف تايمز الماس تايمز السكوير بتاع 2، فالاجابه طالعه ب 4. تعال نطبق بقى اللي هو قايله if the speed of object increase 3 times. ما اتحلتش قبل كده وانتوا مش حلتوها قبل كده. السبيد هتزيد 3 مرات. قلت له نحسب الكاينتيك انرجي الجديد، هو قال الماس ثابته، قلت له احنا مثبتين الماس يبقى هاف تايمز قيمه الماس. هو انت كنت عامل السبيد بكام؟ قلت له انا كنت عاملها ب2، هتزيد 3 مرات 3 اضعاف يعني بقت ب6. اتنين في 3 ب6 ولسه باور 2. قلت له لو طبقتها على الآلة الحاسبة هتطلع 36 36. قارن بقى دي بدي. ايه اللي حصل للكايناتيك؟ قلت له زادت، يبقى دي غلط ودي غلط. طب زادت قد ايه؟ زادت 3 مرات، 4 في 3 ب12. لا ده وصلت 36، ده زادت 9 مرات. يا اخي بالله عليك لما يجي لك سؤال زي دوت اعمل السنس، مش هتخسر حاجه والله، مش هتخسر حاجه. افترض ارقام، انا افترضت ان انا عندي ماس وعندي فيلوسيتي 2 و2 وحسبت الكاينتيك فطلعت ب4 ومشيت على السنس اللي هو قايله بقى. Which statement describe the motion of the ball in the opposite figure؟ الكرة بتقع. فهو بيقول لي the ball mechanical energy increase. قلت له اجري يلا، الميكانيكال ما بيحصلهاش حاجة.
الميكانيكال ما بيحصلهاش حاجه. انا بقرا وبفهم نفسي انا نازله، قلت له طالما نازل يبقى ايوه يبقى الهاي بيقل، طالما الهاي هيقل يبقى البوتنشال بتقل، يبقى الكايناتيك هيزيد. ادور انا بقى، قلت له انا بدور على الكايناتيك هيزيد دي، لان ما ينفعش البوتنشال تدنها ثابته وانت راميني لتحت، فطالما راميني لتحت يبقى الهاي بيقل، طالما الهاي بيقل هو اللي متحكم في البوتنشال انرجي، يبقى هي كمان بتقل، فما ينفعش تقول لي انكريز. الراجل بيقول لك the mechanical energy of object equal كام؟ لو البوتنشال ب 20 والكايناتيك ب 40، قال لي دي هي في مساله، لان الميكانيكال انرجي الصم بتاع الاثنين 20 زائد 40 ب 60. قلت له جميل. on throwing stone upward، انا هرمي لفوق. ايوه قبل ما نقرا بقى، هرمي لفوق يبقى الهاي هيزيد، يبقى البوتنشال هتزيد، يبقى الكايناتيك بتقل، الميكانيكال كونستانت. انا طالع لفوق يبقى الهاي هيزيد، يبقى البوتنشال هتزيد. بص اللي فاهم ما بيقراش. يبقى الكايناتيك هتقل، يبقى الفيلوسيتي قريبة الكايناتيك هي كمان بتقل، يبقى الميكانيكال. قلت له اوعى يالا انت يالا، دي الميكانيكال دي لا، الميكانيكال دي محدش يجي جنبها. ادور بقى، انا طالع لفوق البوتنشال لا، اللي سبيد بتزيد. قلت له لا، انا طالع لفوق طالع لفوق طالع لفوق بتحرك لفوق. يا ترى بقى يا فندم الكايناتيك هتتحول لبوتنشال ولا البوتنشال هتتحول لكايناتيك؟ قلت له هو مين اللي بيزيد؟ قلت له البوتنشال بتزيد، طالما طالع لفوق يبقى الكايناتيك هتبقى بوتنشال، انما لو واقع البوتنشال بتتحول لكاينات. الحاجه اللي بتزيد انت بتروح لها، فانا بقول لك البوتنشال بتزيد، يبقى معنى كده ان انت كنت كايناتيك ورايح تبقى بوتنشال. الحاجه اللي بتزيد هي اللي بروح لها، الحاجه اللي بتزيد هي اللي بروح لها. قدام مني رسمه، ده ايوه ده الريست بوينت اللي كان مرسوم من شويه، ودي الماكسيمم هاي ناحيه الرايت، ودي الماكسيمم ناحيه الليفت. فبيقول لي when the ball move from point A to C، انا هبعد، انا رايح كده يا مستر، كده دي يعني الهاي بيزيد، يعني البوتنشال بتزيد، يعني الكايناتيك بيقل. قلت له اهو بص انا جاوبت والله، انا ببعد بروح للسي، يبقى الكايناتيك هو بادئ بايه؟ بادئ بالكايناتيك، يبقى الكايناتيك بتقل، الكايناتيك بتقل والثانيه بتزيد. يا لا ما هو ما ينفعش الاثنين يحصل لهم نفس الحاجه، لان احنا اتفقنا ان الاثنين عكس بعض، ما ينفعش الاثنين يبقى نفس الحاجه. يا سلام وانت بتحل تنفي الجمل وتفهم نفسك انت ليه دي لا ليه دي لا. نمبر 15 when the pendulum ball pass by its original، هرجع على الاوريجينال، هرجع بقى، هرجع اروح للريست، هرجع للاوريجينال بوزيشن. قلت له طالما هترجع اعكس كل الكلام ده، الهاي هيقل، طالما الهاي بيقل يبقى البوتنشال بتقل، يبقى الكايناتيك، قال لي الكايناتيك بتزيد، الكايناتيك بتزيد بتبقى ماكسيمم. All the following occurs when pendulum ball reach at highest point، هوصل أعلى حتة، هوصل أعلى حتة هنا كده، هنا كده الهاي زاد، البوتنشال زادت، الكايناتيك بيقل، الميكانيكال كونستانت. فبيقول لي كله ما عدا قلت له ما عدا بي،
لان البوتنشال مش هتوصل زيرو. ده انت قلت لي البوتنشال هتبقى بتزيد. نكمل. بس الجزء دوت معلش بقى متصور غلط، خلينا في الجزء ده. if لا the mechanical energy of a pendulum ب 10 if البوتنشال at a certain point ب 8. طالما البوتنشال ب 8 يبقى الكاينتيك عند نفس البوينت ب 2. اهم حاجه ان المجموع يبقى ب 10. which of the graph، تاني السؤال اهو عشان ممكن يكون كان ظهري ليك ومش شايف. الميكانيكال انرجي اوف البندوم، الميكانيكال ب 10. ما تنساش ان احنا اتفقنا ان الميكانيكال انرجي ايكوال البوتنشال بلس الكاينتيك. طيب انا معايا انت ب 10 والبوتنشال ب 8، يبقى الكاينتيك اكيد الباقي، مش محتاجه يا مستر يعني. which graph represent the value of the kinetic energy and the potential energy of a pendulum when passes by. هيعدي على الاوريجينال. الاوريجينال يا مستر اللي هو ده. يعني انا كده انا معدي على دي، معدي على دي، يعني الهاي ايكوال زيرو، يعني البوتنشال مش موجوده، يعني الكاينتيك ماكسيموم. بقول لك البوتنشال مش موجوده، بقول لك البوتنشال مش موجوده، بقول لك مش موجوده. انا مذاكر وفاهم الرسمه اللي المستر عملها. هنا اهو نفس البندلم اهو. The girl has maximum kinetic، اعلى kinetic. طب ما هي يا مستر الجمله دي والجمله دي اعلى kinetic وانا معدي على الاوريجينال بوزيشن، اعلى kinetic وانا معدي على الاوريجينال بوزيشن، اعلى kinetic وانا معدي على الاوريجينال بوزيشن. انما هنا احنا اعلى بوتنشال. if the mechanical energy of the car moving down، عربيه نازله عربيه نازله، لو الميكانيكال ب 500 its kinetic at vertical midpoint، قلت له في نص الطريق، راجع بقى البورد بقى وهات البورد بقى، في نص الطريق انا وانت قد بعض، ما حدش فينا بيتخانق، وهي كلها على بعضها بكام؟ قلت له ب 500. طالما في نص الطريق ميد بوينت، والله ما مكمل الجمله. scientific term it is acquired energy. دي اللي انا زوري وجعني فيها، الكاينتيك انرجي. it is a summation، المجموع. قلت له دي الميكانيكال مجموعها. الكوره اللي بهدي بيها اللي هي الديموليشن بول. الكاينتيك انرجي كان بي ديسكرايبد، ينفع اوصفها انها انرجي اوف موشن. قلت له both potential and kinetic energy depend on object mass. البوتنشال والكاينتيك الاثنين معتمدين على الماس. انت وقفت ليه يا مستر؟ وقفت ليه ان الجمله صح؟ ازاي يا مستر؟ ايه اللي جاب البوتنشال للماس؟ قال لي انت ناسي ان البوتنشال انرجي اصلا. افكرك بيها في الجنب ده، افكرك بيها هنكتبها لك فين؟ اكتبها لك في الحته الصغيره دي. مش انت عارف ان البوتنشال انرجي ايكوال الويت تايمز الهاي؟ قلت له يعني البوتنشال معتمده على الويت. قال لي لا، طب ما هو اصلا، طب ما البوتنشال انرجي اساسا ايكوال، طب ما هو الويت ده عباره عن الماس في الاكسلريشن جرافيتي والهاي، يعني برضه البوتنشال متعلقه بالماس. البوتنشال متعلقه بالماس والبوتنشال متعلقه بالماس، البوتنشال متعلقه بالماس لان الماس ممكن يوصلني للويت. يبقى البوتنشال والكاينتيك الاثنين مرتبطين بالماس. تراك، عربيه كبيره عندها اقل كاينتيك انرجي زانز عربيه. قلت له لا 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 لا، ده العربيه الكبيره دي عندها لارج ماس، يبقى عندها لارج كاينتيك انرجي. الكاينتيك انرجي عامله دايركتلي مع السكوير سبيد. قلت له شويه تعريفات. عايز اعمل ديفاين للكاينتيك انرجي. قلت له سهله، انرجي جيند
by object due to its motion. Energy gained by object due to its motion. طب والميكانيكال انرجي يا مستر؟ انا السميشن المجموع بتاع البوتنشال والكايناتيك. انا بحب الكومبير دي قوي. الديفاين انا كاتبهم لك في اول الحصه. الفاكتور اللي بتاثر فيك قلت له هنا بيأثر فيا الويت، ينفع اقولها الماس؟ قولها الماس. ايه المشكله؟ الماس والهايت فروم ذا جراوند، بس اكتب بقى weight of the object and height from the ground. وانا هنا متاثر بالماس وبسكويرلي سبيد. عايز القانون، قلت له نكتب القانون البوتنشال ايكوال ويت تايمز هاي، وهنا القانون ايكوال هاف ماس سكويرلي سبيد. اليونت الاتنين بالجول. give reason. الورك دان تو ستوب، الشغل اللي هعمله عشان اوقف عربيه بيزيد لما السبيد تزيد. طب ما هو سهله دي يا مستر، because الكايناتيك انرجي is directly proportional مع سكويرلي سبيد. ما هو احنا العلاقه بينا دايركت، هتزيد يا هزيد. تراك عنده مور كايناتيك اكتر من العربيه العاديه، قلت له because التراك هذا large mass and by increasing الماس الكايناتيك انرجي هتزيد. او جاوب بالاسلوب اللي انت عايزه، اهم حاجه توضح لي ان العلاقه اللي بين الكايناتيك وبين الماس علاقه دايركت. الكايناتيك انرجي اوف موفينج موتور become zero after stop. الفيلوسيتي ايكوال زيرو، وانا بعمل ستوب الفيلوسيتي بقت مش موجوده لان البادي ساعتها اتريست. ولو الفيلوسيتي اصبحت بزيرو اذا الكايناتيك انرجي هي كمان برضو بزيرو. بيقول لي the mechanical energy of a falling object remains constant. الميكانيكال انرجي ما بتتغيرش يا مستر، ما بتتغيرش، رغم ان في بوتنشال انرجي بتقل وانا بقع. وانت بتقع البوتنشال بتقل بس الميكانيكال ثابته. قلت له due to increasing، بيحصل زياده في الكايناتيك انرجي which compensate. كلمه compensate بتعوض الديكريز ان البوتنشال انرجي. يبقى انا البوتنشال وانا نازل بتقل، قلت له الكايناتيك هتزيد، فعشان كده الميكانيكال ستيل كونستانت. حلو السؤال. السؤال الخامس بيقول لي the kinetic energy of pendulum becomes maximum when it passes، لما بعدي على الاوريجينال بوزيشن الكايناتيك اكبر حاجه. ممكن اقول كده because the potential energy equal zero. ادي حاجه. because when it passes by، طريقه ثانيه when it passes by الاوريجينال بوزيشن الفيلوسيتي is maximum. بص كام طريقه. kinetic energy of نفس الكلام، الكايناتيك انرجي هتبقى بزيرو لما هوصل للماكسيموم هاي. بالراحه بقى، ما انت لما بتوصل للماكسيموم هاي because البوتنشال is maximum because الفيلوسيتي is zero. when you lift a heavy object from the ground، لما برفع حاجه من على الارض make sure that the load is distributed، متوزع on leg muscles. لما برفع حاجه من على الارض، دي كنا قلناها قبل كده، لما برفع حاجه من على الارض لازم ابقى متاكد ان الحمل متوزع على عضلات رجلي، مش على الباك، مش على العمود الفقري. طب ما ده too healthy protect، حمايه بقى صحيه، to healthy protect to back بون للعمود الفقري بتاعي، عشان احمي العمود الفقري بتاعي عشان مش يحصل له اي عمليه تشوه. What happened
سنس بقى. قلت له احنا اتفقنا ان احنا عاملين الكاينتيك انرجي، احنا اتفقنا ان الماس ب 2 والسبيد ب 2، فادي الهاف تايمز 2 تايمز سكوير السبيد، فمطلعينها ب 4. نشوف بقى اللي حصل بقى. لو الماس قلت، قلت له انا زي ما انا الهاف اهوت والماس قلت، يعني بقت 1 والسبيد زي ما هي، فلما اشتغل هطلع ب 2، ايه اللي حصل؟ نفسي انت اللي تعملها مش انا اللي اعملها. اللي حصل ان انا قليت وقلت النص، ان كنت 4 بقيت 2. لو السبيد دبل قال لي هنشتغل بقى نفس السنس، السنس بتاعك كان مطلعك 4، تعال بقى نعمل السبيد دبل. قلت له ادي الكايناتيك ايكوال، ادي الهاف، الماس مالناش دعوه بيها، السبيد بقت دبل، احنا كنا عاملينها 2 فهنخليها 4 بس باور 2. لما هتطبق واشتغل الكايناتيك انرجي 4 باور 2 ب 16. بص السنس كان بيطلعني كام في البدايه؟ قلت له كان بيطلعك 4، وصلت لحد 16، يبقى مبدئيا الكايناتيك زادت 4 تايمز، 4 مرات. ماس دبلد والسبيد قلت الهاف. احنا كنا متفقين ان الماس ب2 وان السبيد ب2، وحاسبين الكايناتيك هاف تايمز الماس تايمز السبيد باور 2، فمطلعينها ب 4. لا بقى، لا نشتغل بقى المعلومه الجديده. ادي الكايناتيك، ادي الهاف، الماس دبلد يعني بقت 4. احنا كنا هنا اهو، هو بيقول لي الماس دبلد، فالماس هنا احنا عاملينها ب2 فهنخليها دبلد، والسبيد قلت الهاف، السبيد احنا قايلينها ب2 فهنخليها هاف بس باور 2. قلت له عادي، لما اشتغل المسألة الكايناتيك انرجي هتطلع ب2. اشتغلها هو، بص كويس، انت قايل ان الماس ب2 فالماس حصل لها دبل فبقت ب4. السبيد احنا كنا قايلين انها ب2 فانت قلت ان السبيد بقت قلت الهاف، نزلت النص، فعملناها ب1. 1 باور 2 ب1، يعني تطلع كلها على بعضيها ب2، يعني قليت. نشوف كمان البندلم لما الكوره تعدي على الاوريجينال، قلت له الكايناتيك هتبقى ماكسيمم والبوتنشال مينيمم. البندلم وصل اعلى حته، الكايناتيك ايكوال 0 والبوتنشال هي اللي ماكسيمم. موفينج اواي ببعد عن الاوريجينال بوزيشن. البوتنشال كل ما هبعد كل ما البوتنشال هتزيد وكل ما الكايناتيك هتقل. ايه اللي هيحصل لو الكايناتيك انرجي دبلد؟ ايه اللي هيحصل بالنسبه للميكانيكال؟ قلت له مش هيحصل حاجه، الميكانيكال مالكش دعوه بيها، الميكانيكال اللي هديناها كونستانت. تعال نشوف دي. الووتر هيلد بيهايند الدام بيجين تو رش، الميه بدات تتحرك. قلت له الميه بتتحرك يبقى هتتحول من بوتنشال انرجي
to kinetic energy عشان احرك التوربين. الديموليشن بول راحت وخرجت ناحيه البيلدينج، قلت له البيلدينج حصل له كولابس. كولابس يعني انهيار، بس هو مش عايز كده، وعايز بالنسبه للانرجي كونفرجن للتحولات يبقى برضه هي كمان هتتحول من بوتنشال انرجي تو كره كانت ثابته وبتتحرك. نحسب شويه مسائل. عايز يحسب الكاينتيك انرجي، قلت له انا تعبت من القانون. كاينتيك انرجي ايكوال هاف الماس تايمز السبيد باور 2. ادي الهاف السبيد الماس قصدي يا ربي معلش 4 تايمز السبيد ب 2 بس باور 2 باور 2 يعني 4، يعني الاجابه ان شاء الله تعالى ب 8 جول. عايز يجيب الكاينتيك انرجي of object with mass 500 kilogram moving at speed 4 knowing that هو عايزها بالكيلو جول. قلت له بس نحسبها الاول بس الطبيعي بتاعنا، بس مش الكاينتيك انرجي اساسا equal half times الماس اللي هي ب 500. اوعى تتخض بس بالكيلو جرام، هو عادي انا واخد بالي. تايمز السبيد بس باور 2. طيب احنا هنحسبها واحسبها لك واطلعها لك عشان خاطر تطمن النتيجه. $500 نحسبها على الكالكوليتور كده. $500 times 16 divided 2 طلع 400 4000 قصدي، بس جول. هو مش عايزها بالجول، هو عايزها بالايه؟ بالكيلو جول. فعشان اعمل كونفيرت لازم اعمل ديفايدد 1000، فتبقى الاجابه 4 كيلو جول. يبقى عشان نحول من الجول، عشان احول من الجول واروح للكيلو جول بعمل ديفايدد 1000. طب ولو هي بالكيلو جول وعايزه ابقى جول بعمل تايمز 1000. اخلي بالي من النوتس دي. عايزين نجيب الماس، قلت له انا مذاكر ان هاف الماس بيساوي كايناتيك انرجي وادي السكوير بتاع السبيد. انا هجيب الاول نص الماس الاول. يا مستر ده عايز الماس كلها يا ابني، مش تحفظ قوانين كتير. الكايناتيك ب 1000 ب 100 خدت بالي. طب ما هو السبيد ب 10 بس انا عايزها باور 2 يعني ب 100، يعني طالعه بواحد، بس دي نص الماس، النص بواحد، يبقى الماس كلها بكام؟ عايزين نجيب السبيد، قلت له احنا هنجيب الاول السبيد باور 2 الاول. انا مذاكر القانون كايناتيك انرجي اوفر هاف الماس. الكايناتيك انرجي ب 50، نص الماس ب 4 نصها ب 2، الاجابه 25. بس ال 25 دي سبيد باور 2، انا عايز السبيد يبقى هعمل روت. وما تنساش اليونت. عايزين نجيب الكايناتيك انرجي، قلت له الكايناتيك انرجي هاف الماس في السبيد باور 2. الكايناتيك انرجي ايكوال ادي الهاف الماس ب 20. فين السبيد؟ قال لي مش عندي السبيد يا مستر. قلت له لا عندي بس بطريقه غير مباشره، عشان عندك قانون ان السبيد ايكوال ديستانس على التايم. قلت له اه. قال لي الديستانس ب 200 والتايم ب 10، يعني السبيد طالعه ب 20 متر بير سكند. اوعى عوض بقى، يبقى 20 باور 2. شوف الاجابه هتطلع كام على الاله الحاسبه. يبقى مسالتين في بعض. قدام مني رسمه العلاقه بين الكايناتيك انرجي وبين السكوير بتاع السبيد. خدت بالي؟ بيقول لي عايز اجيب الماس.
تعال نجيب له الماس. نجيب له الاول نص الماس، وبعدين نبقى نضربها في 2 الكايناتيك اوفر السكوير السبيد. نص الماس بيساوي، بص 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 بص، براحتك 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 خالص. خد دي قدام دي، او خد ال30 قدام ال10، او خد ال45 قدام ال15، او خد ال60 قدام ال20. انا عايزك بعد ما انا اخلص اشتغلها بكل الاحتمالات. ناخد الكايناتيك انرجي. انا بحب الحاجه الصغيره، مش بحب اصعب الامور على نفسي. انا هاخد الكايناتيك ب15، ساعتها هاخد السكوير قدامها على طول. هو مديك السكوير جاهزه ب5. نص الماس ب3، يبقى الماس على بعضها النص ب3، يبقى الماس على بعضها ب6 كيلو. عايز الكايناتيك انرجي if it moves by speed ب10. قلت له حاضر. ده السبيد اللي ب10، ده السبيد بس، ملناش دعوه بال10 دي بقى، لان 10 دي 10 سبيد باور 2. ده انا هشتغل من جديد. الكايناتيك انرجي ايكوال ادي الهاف وادي الماس وادي السبيد باور 2. الكايناتيك انرجي ايكوال ادي الهاف، الماس كانت ب6 لسه حاسبها، السبيد ب10 باور 2 يعني ب100. يعني لو كملت المسألة هطلع ب 300 جول. والله المسألة دي حلوة قوي 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 قوي. كده انا خلصت لك الدرس الثاني، وعلى قدر الامكان من كتاب غير المعاصر خالص. ده كتاب بني، انت بتحل معاك من المعاصر وانا بحل معاك من بني، عشان يبقى المصادر مختلفة، تشوف منظر جديد للأسئلة. حل، اكتب في التعليق اللي انت نفسك فيه يتعاد، وانا تحت امرك. السلام عليكم.